برنامجكم برنامج قضية ورأي. هذا البرنامج الذي يبثه لكم شبكة سلام الإعلامية. وكما جرت العادة نرحب وإياكم بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، الأخ عمار عبد الرحمن. حياك الله عمار. الله يحييك ويسلمك، ونحب نسلم على الأخوة المتابعين والمشاركين إن شاء الله إذا في مشاركين. حي الأخ أنس عبد الرحمن معنا اليوم في الحلقة. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله يا أنس، وحيا الله المشاهدين الكرام في هذا البرنامج الذي من وإلى الشباب أن نتناقش ويعني نتحاور مع بعضنا البعض، وكل يدلي بدلوه وكل له رأي. وهذا البرنامج اسمه قضية ورأي، فبالتالي آراءكم مهمة كما آراء الشباب في هذا الاستوديو أيضا مهمة. حياكم الله جميعا. الله يحييك. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نلتقي بكم من جديد في حلقة نقترب فيها أكثر من طموحات الشباب وأسئلتهم العديدة، وفي وقت لم يعد فيه الوظيفة هي الخيار الوحيد. يتجه بعض الشباب أو كثيرا من الشباب إلى ريادة الأعمال، باحثين عن الاستقلال وتحقيق الذات وصناعة الفرص الخاصة بهم. لكن يبقى سؤال مهم، وهو يعني ما سنتداوله في هذه الحلقة: هل ريادة الأعمال طريقا للنجاح فعلا، أم مغامرة تحتاج أكثر من مجرد فكرة وحماس؟ ندردش، خليني أخفف الموضوع شوية، ندردش وإياكم إن شاء الله مع الشباب الغالين. خليني أبدأ معك عبار في أول سؤال لهذا اليوم. خليني أكون معك واضح يا عمار. الآن لو تلاحظ أنه كثير من الشركات والتجارات البسيطة دائما الشباب متجه إليها. فهنا في سؤال خليني أفتتح في هذا البرنامج أو هذه الحلقة: لماذا يتجه كثير من الشباب يا عمار اليوم إلى ريادة الأعمال بدل الوظيفة التقليدية أو مع الوظيفة التقليدية؟ تفضل. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نقول بسم الله. ليش الشباب يتجهون دائما أو صاروا يتجهون الآن في ريادة الأعمال بدلا من الوظائف الثابتة أو زي ما نقول الراتب الشهري؟ فأنا من وجهة نظري يعني إنه الآن الزمن تغير. أول كان الوظيفة كانت ثابتة وكانت مستقرة، كانت تمشي الوضع، فاهم؟ أما الآن فصار في استقلالية، صار في رغبات، صار في طموحات، صار الشباب عندهم أهداف زي ما تقول بيحققونها. وثانيا العمل أو هو شغلك الخاص دائما هو سلاحك، أنت شغال على كيفك، وزي ما يقولون ماخذ راحتك، تروح وترجع وتسوي اللي تبغاه. لكن انك تشتغل عند احد او تشتغل تحت احد صارت عقدة لكل الشباب، صارت عقدة كاملة. كل يقول لك انا اصحى الصباح واحد يأمرني تعال سوي، تعال افعل، ارجع نزل، انت غايب، انت سويت. صار الشباب الان يبغى حرية. صار اغلب الناس ما شاء الله يجي يحدد أهداف ويتوجه لريادة الأعمال أو البزنس. فتلاقي كل شاب أو كل شابة في طريق انطلاق للبزنس، بحيث إنه حرية في العمل، ماخذ راحتهم. عندك التطور التقني والتواصل مع الناس. عندنا أيضا ضعف فرص العمل أحيانا، أو نقول 80% في صار ضعف فرص عمل في كل أنحاء العالم. يعني تروح ويقول لك أنا عندي ما حصلت وظيفة، ما حصلت إيش، فتلاقي الشباب يتوجهون لريادة الأعمال أو إنشاء العمل الخاص فيهم. عندنا أيضا الرغبة في دخل أكبر. جميل. هذا صار في هذا الزمن طبعا جدا مهم، الدخل الكبير، أو الناس صارت تهتم في الماديات، فصار التوجه للأعمال الخاصة هي الحل لإدخال دخل أكبر بإذن الله. وعندنا أيضا التأثر بقصص النجاح، قصص النجاح الآخرين. صارت الناس الآن ما شاء الله مع
التواصل الاجتماعي الآن المتوفر وكل شيء مطروح على السوشيال ميديا، صارت الناس تشوف نجاحات الآخرين، صارت الناس تشوف فلان وفلان وفلان. يعني في ناس في رغبة كبيرة جدا. نعم. فالناس صارت تقتدي بهؤلاء الناس اللي نجحوا واللي كانت خطوطهم واضحة أو خط سيرهم واضح، فتتأثر من الناجحين. الناجح دائما يأثر الناس اللي حوالينه أو الناس اللي تتابعه. يعني خليني أقول العالم أو الشباب بدأوا يتوجهون إلى ريادة الأعمال من أجل يعني التحرر من العمل، واحد. اثنين، بحث عن فرص نجاح، مصادر دخل أعلى. وأمر ثالث اللي هو تأثير المشاريع الناجحة. الآن لو تلاحظ أن المشاريع الناجحة الموجودة ترى شبابية. بالضبط. كنت أتابع واحد في مواليد 2000 قبل كم يوم، بدأ الموضوع تجارته بشيء بسيط، يعني نقل كوفي من مكان إلى مكان وبدأ في هذا الموضوع، ثم فتح شركة إعلانية أو تسويق مدري نجح. شاب في مواليد 2000. هذه هي الأشياء تخليك إيش؟ تتحمس. صح. تتحمس أكثر لأنك تشوف في مشاريع شبابية ناجحة في أعمار في يعني على متوسط أعمار الشباب الموجودة. طيب الآن أنا سمعت هذه الأشياء عمر وحمستني صراحة، ولكن خليني أقول لك أنا الآن جميل. أبغى أبدأ هذا المشروع. إيه. فخليني أحول السؤال إلى عبد الرحمن. أنت الآن يا عبد الرحمن سمعت النقاط اللي تكلم فيها عمر. نعم. الشاب يبحث عن عمل، يبحث عن مصدر دخل أعلى، يبغى يتحرر من العمل، قاعد يشوف فيه مشاريع شبابية تجارية ناجحة، أبغى أدخل السوق. طبعا عندي سؤال، هل رأس المال هو الأهم في البداية ولا الفكرة؟ جميل. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الناس يخلطون أو الشباب تحديدا يخلطون بين رأس المال والفكرة، وأنا أقول قولا واحدا الفكرة هي أهم بكثير من رأس المال. ولكن خلينا ما نتكلم في الموضوع بشكل بسيط، خلينا يعني نفصل في الموضوع. المال مهم وهو عصب الحياة، ولكن المال لوحده لا قيمة له من دون الأفكار. يعني لو أنت رجعت إلى فكرة المال، هي مجرد وسيلة لتبادل المصالح والخدمات حتى تكون ضمان لكلا الطرفين. بالتالي المال لوحده هو لا قيمة له، لكن الفكرة هي التي يبنى عليها كل شيء. يعني الفكرة يبنى عليها رأس المال، الفكرة يبنى عليها الجهد، الفكرة يبنى عليها التأسيس، الفكرة. لكن المال لا يبنى على شيء. المال هو وسيلة وليس غاية، ولكن الفكرة هي التي توصلك إلى الغاية الحقيقية. ودعني أنا أذكر مثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتصر المسلمون بفضل الله عز وجل، ثم بفضل فكرة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي عندما وجد المسلمين يعني نفسهم في ورطة كبيرة مع قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فكرة، قال احنا لما كنا يعني يجينا غزو خندقنا خندقا، النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذه الفكرة وطبقها. هذه الفكرة كم كلفت الصحابة؟ هل كلفت الصحابة استشارة مالية كبيرة؟ لا، هي كلفت الصحابة استشارة وخبرة وفكرة. فبالتالي الأفكار هو يعني أنت رأس مالك أبدا ما يكون هو رأس مال. أنت ممكن يعني تمول مشروعك بأي طريقة كانت. يعني يا كثر الناس اللي يبيعون الأفكار. يعني أحد الأساليب المعروفة في عالم البزنس أنك أنت يعني تعرض فكرتك على كبار المستثمرين. لماذا هذه الفكرة موجودة؟ لأن كبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لا يملكون الأفكار. قد تملك يا عمار أنت رأس مال كبير جدا، قد تملك $1,000,000 في حسابك أو $1,000,000,000 في حسابك، لكن ما عندك الفكرة اللي تشغل لك هذا المشروع. يجي ناس يقول لك يا أخي يا عمار أنا أدي لك فكرة فلانية 1 2 3 4، إيش رأيك نطبقها؟ أنا الفكرة حقت أبو صقر كم تساوي؟ تساوي 50% من المشروع، وال50% أخرى من عمار. فبالتالي هذا هو التعاون. الآن لو عمار يعني ملك المال ولكن ما عنده الفكرة، هل راح ينجح؟ لا. هل لو أبو صقر
ملك الفكره ولكن ما ملك هل راح ينجح؟ لا، فبالتالي هي الفكره تكامليه. ولكن ما هو الاساس الذي يبنى على الفرع؟ الاساس هو الفكره. من دون الفكره لن تجد قيمه للمال. بمعنى أنه الفكرة أهم بكثير من المال. لا شك، نعم. والمال يعني عبارة عن شيء يعني خليني أقول لك مو مكمل، وسيلة مهمة. نعم، وسيلة مهمة. ولكن أينما وجدت الفكرة، نعم، وأنا تراني أتفق معك في هذه النقطة. الله أكبر، هذا يوم المنى ويوم العيد، أخيرا أبو صقر اتفق معنا. نعم. في الحقيقة أن الفكرة ترى الآن العصارة أصلا، أنت الآن خلينا مثلا الآن نفكر بفكرة أنك تفتح مشروع. ترى أنت يعني مخك ينعصر إلى أن تخرج فكرة، ترى وحتى ما هي بأهم، هي الأصعب ترى. نعم. انك انت تخرج فكره، هذا شيء ترى جدا يعني. انت الان الجميع مثلا تدخل في العطور، يعني معلش انا لو سالتك سؤال، عذرا عن المقاطعه، لو قلت لك يا ابو صقر عطني فكره، ممكن تقعد اسبوع كامل تحفل. بس لو قلت لك يا ابو صقر عطني تمويل، فكره تمويل للمشروع، ممكن بعد ساعه تقول لي يا اخي انا والله لقيت لك مستثمر 70 طريقه موجود. ولكن الفكره ايش مشكلتها؟ انت الان يعني في التجاره لن يعني خليني اقول، هو كلام يؤخذ ويرد، ولكن لن تحدث شيء جديد. يعني انت ما حتيجي تبيع شيء غير موجود. لا شك. نعم. انت حتجيب شيء وحتطوره، فانت ما زلت في الفكره. نعم. الان عالم العطور والقهوه مثلا مليان. انت فكرت انك انت تدخل في القهوه، ادخل مو مشكله، ولكن ايش حتسوي؟ حتجيب فكره جديده. لازم تجيب فكره جديده. نعم. نعم. لانه في ناس السوق مليان بالوحوش. نعم. العطور، نعم. ايش حتخترع شيء غير موجود؟ يعني كل العطور موجوده، مستحيل. ولكن انت حتخترع ايش؟ فكره، طريقه تسويق، اسم البراند يسحب حاجه من هنا. فلذلك الفكره رغم انها اهم وهي اصعب ايضا. خليني اخش مع عمار. انا تراني مقدم ومعاكم، فهمتوا يعني ايش؟ لا احنا ترى مستمتعين جدا يا ابو صقر. عمار، افكار تتداول. الله يكرمك، خليك طول لنا في عمرك. هل رأس المال أهم أم الفكرة والإصرار؟ اتفقنا على أنه الفكرة هي الأهم وهي الأصعب. نعم. طيب يا عمار، التحديات. السؤال هذا ترى يعني التنهيدة هذه فيها كلام كثير، كلام. طيب يا عمار، تحديات كثيرة. ايش التحديات اللي بتواجهني؟ أنا الآن بدأت مشروع، ايش أكبر التحديات اللي أنا بتواجهني؟ والله شوف، التحديات زي ما قلنا كثير، بس أنا الأشياء اللي حصيتها بذكرها. نعم. نبدأ أول شيء بالخبرة، قلة الخبرة. طبعا أنت لما تبدأ مشروع أكيد ما بيكون عندك خبرة في المجال ذا أو في نفس السوق اللي دخلته. نعم. ثانيا عندنا ضعف رأس المال. دائما الناس تتفق على هذا الشيء، لكن احنا زي ما قال عبد الرحمن انه رأس المال ما هو كل شيء. رأس المال قد يروح ويرجع. ثالثا عندنا الأفكار. أفكار جدا مهمة هذه، ودائما هي تسبق كل شيء. أنا طبعا مع الترتيب لخبطنا، بس هي دائما الأفكار تكون أول شيء. يعني هي بالفكرة تقدر تدخل السوق، إذا ما عندك فكرة ما يمديك تدخل السوق، زي ما قال عبد الرحمن. يعني قصدك تقول بأن أول حاجز وأول تحدي تواجهه هي الفكرة. اي الفكرة. نعم. أنت إذا ما عندك فكرة ما حتدخل السوق، وش تبي تدخل؟ ما عندك شيء. حرفيا يعني أنت تدخل السوق إيش بتسوي؟ بتمشي حوالين الناس، ما عندك. صح، بدون فكرة. اي بدون فكرة ما جاي تتمشى. بالضبط، زي اللي نعم. نازل في مكان حار وما هو لابس أنت بكرامة شوز. نعم. فاهم؟ انزل يا معلم وأنت معك فكرتك وانشرها في السوق. جميل. زي ما قلت أنت، المول أمره بسيط، أمر المال بسيط، وهو برضه عائق، لكنه ما هو العائق الكبير. عندنا أيضا المنافسة القوية. يعني أنت لما تدخل في السوق شرسة، تكون في حيتان، في طحاطيح لا شك لا شك. في السوق، في ناس قدامك كثير. لا شك. فأنت دائما تتوكل على الله، تنزل إلى المعركة وتخرج سيفك وما تطالع بأحد، طلع أفكارك مستعينا بالله متوكلا. بالضبط. جميل. توكل على الله وتستعين، والفكرة موجودة بإذن الله تشق الطريق ولا تشوف أحد قدامك. حلو. عندنا أيضا صعوبة جذب العملاء أو التسويق. في عندنا مشاكل التسويق هذه. فاهم؟ يجيك يقول لك أنا ما عندي خطة للتسويق، ما عندي ما أدري إيش. هذه أهم شيء بعد الفكرة والأشياء الأساسية، تجيك خطة
لسير مشروعك. كيف انت بتسوي، كيف بترتب، كيف بيكون الامر ذا كله، فاهم؟ هذه كلها تحديات. في تحديات انا ما ذكرتها يمكن، او انتم يمكن تعقبون معي. تحديات كثيرة وما تخلص. في اي حاجة تدخلها في تحديات وصعوبات، وكثير من المشاريع الناجحة حاربت هذه التحديات ووصلت إلى أن صارت في القمة، وهي إلى الآن في القمة. عد في أمثلة كثيرة الكل يعرفها والكل شافها، ما يحتاج نتكلم عنها. فالتحديات هي جزء من التجارة أو جزء من العمل الخاص، ودائما هي موجودة، وهي دليل على أنك هل المشروع هذا ماشي زي الناس أو ما هو ماشي زي الناس، هو في وجود هذه التحديات. ايضا يعني التحديات هذه يا عمار، يا اخي التجاره يبغى لها قلب جامد، انا اكون معك واضح. يبغى لها رجل يبغى لها قلب جامد داخل، ما تخاف. بالضبط. تستعين بالله متوكلا، غش. اعطيك اياها بالبل يعني بدون ترميق في الكلام ولا هو هم صحيح. فالتحديات موجوده، ولكن يبغى لها رجل واقف امامها. بالضبط. مستحيل ان يعني تاخذها حلوه باردا مبرده على قولتهم. هتعاني في البدايه، قد تضع راس مال كبير وتكون الفكره موجوده، ثم تواجه مشكله في التسويق، فيطلع لك اول شهرين يعني العائد من المال ما هو كبير، فتلقى انك انت في خساره، فتحاول قدر المستطاع انك تقفل الفكره او تقفل المشروع والى اخره. هذه اشياء يبغى لها الى قرار صارم. ولكن عمار ذكر نقطه جدا مهمه، انه احد التحديات الكبيره الموجوده هو التسويق. الان التسويق يا عبد الرحمن، خليني اقول 70 او الى 80% داخل في الاعلام. الاعلام الان انت لو تدخل طريقه الاعلان وطريقه ترويجها ما بين الستوريات وما بين انه واحد ينزل لك مثلا فلوق عن مطعم، ينزل لك وجبه معينه والى اخره، فكلها يدور حول ايش؟ نعم. مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. لو جيت اسالك يا عبد الرحمن اقول لك، هل مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت الشباب على النجاح في التجارة والأعمال، أم أنها كانت عكس ذلك؟ طيب هو لا شك في وجهة نظري طبعا أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت من كونها مجرد وسيلة إلى أساس يبنى عليه خطة التسويق لكل الشركات، وشئت أم أبيت. يعني شوف، اللي يعجبك في السوشيال ميديا أنها تسوق لنفسها، بمعنى لو أنت كمالك لشركة وعندك الأساليب التسويقية القديمة، أنت راح تخضع غصبا عنك للسوشيال ميديا، لأن فعليا هنا الفائدة. ودعنا أرجع بالتاريخ. أول الإنسان اللي عنده بضاعة يا عمار وحاب يعرضها، وين يروح؟ ما في أحد يقول يا أخي أنا بوقف عند باب بيتي وببيع مثلا شعير ولا خبز ولا لجام ولا أي تجارة، أنا بروح عند السوق. وكل ما قربت أنت من السوق، كل ما قربت من يعني مثلا عندك سوق الطائف، كان من أشهر الأسواق في عصر الجاهلية. رحلة الشتاء والصيف، قريش كانت يعني تستفيد من يعني الحج السنوي. الله عز وجل يقول يعني في القرآن الكريم، والله نسيت الآية، لكن فيما معناها أنه الحج أنه في منافع لأهل البلد. فبالتالي المقصد من هذا الكلام أنك أنت الناس وين موجودين حاليا؟ الناس موجودين في السوشيال ميديا. أجل أنت مكان بضاعتك الحقيقي في السوشيال ميديا. أول الناس وين كانوا موجودين؟ السوق. كانوا موجودين في السوق. لو جينا قربنا يعني ما بعدنا بعيد ولا قربنا قريب، الناس كانوا موجودين مثلا في الجرائد، فتلقى الإعلانات في الجرائد. أول كانوا موجودين، بعدين جت حقبة التلفزيون، الآن الناس موجودين كلها في التلفزيون. الآن الحقبة الحالية هي في السوشيال ميديا، واللي ما يتعلم السوشيال ميديا هو متأخر عن غيره أقل شيء 10-15 سنة. أنت إذا ما أنت عارف إيش اللي قاعد يصير حولك، فقولا واحدا، لأنه إيش يقول لك أنت أمام خيارين، يا أنك تتقدم يا أنك تتأخر. ما في ثبات، الثبات بحد ذاته هو تأخر. فبالتالي قولا واحدا، السوشيال ميديا هو السوق الحقيقي اللي موجودين فيه كل الناس وكل التجارة. ولذلك شركات التسويق
شركات التسويق اتكلم، مو شركات الشركات اللي عندها قسم تسويق. شركات التسويق اول شيء تقول لك اياه، انا حملاتي اللي انا بسوي لك اياها تكون كلها على السوشيال ميديا. لانه ليش؟ لانه هناك الناس موجودين. وهذا اللي يفسر ليش المشهور الفلاني، احنا نسمع ارقام فلكيه يقول لك المشهور الفلاني ياخذ له $5000 على الاعلان الواحد. ليش؟ لانه هو عارف انا لو اعلنت لك عندي ب $5000 انت حتدخل اضعاف مضاعفه، بالتالي انا استحق. فقولا واحدا السوشيال ميديا، وهذا يعني امر يعني اصبح يعني معلوم، ولكن الصعب يعني كل واحد عنده جوال، كل واحد عنده حساب في الانستغرام. وين الصعب؟ الصعب في المحتوى. يعني ايش الفرق بيني وبينك يا انس؟ انت عندك انستغرام، عندي انستغرام، انت عندك عقل، انا عندي عقل، انت عندك انترنت، انا عندي انترنت. ايش اللي يفرق بيني وبينك؟ الافكار. لذلك احنا ذكرنا في النقطه الاولى ان الافكار اهم من الاموال، لانه ايضا حتى محتواك في مواقع التواصل الاجتماعي مبني على ايش؟ مبني على الافكار. كل ما انت تتجدد بالفكره، كل ما انت يعني يقول لك تضرب ترند، انت بتوصل عند اكثر عند الشريحه الاكبر في السوشيال ميديا. فبالتالي يعني انت مهم جدا انك انت تركز على نقطه الفكره. في 4 نقاط اساسيه يعتمد عليها السوشيال ميديا او صناعه المحتوى، الا وهي: اولا لازم يكون عندك مصداقيه، لانه السوشيال ميديا ارتبطت للاسف الشديد بالكذب وتزييف الحقائق واظهار شيء يخالف الواقع. فبالتالي اول نقطه اساسيه اللي يبني عليها، لانك انت ممكن تبيع مره واحده، لكنك انت ما راح تقدر تبيع ثقتك اذا انهزت خلاص. فبالتالي المصداقيه رقم 1. 2 جوده المحتوى، لانه كل ما كان جوده المحتوى رديئه كل ما الناس ما تشوقت ولا انجذبت لمحتواك. 3 الاستمراريه، كل يوم تنزل، كل يوم تنزل، كل يوم تنزل، كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقام هذا الدين بعون الله عز وجل بعد 23 سنه، و10 سنوات جلس يدعو ما كان معه الا ثله. الاستمراريه. 3. 4 اللي هي يعني متعلقه بالنقطه الاولى، اللي هي بناء الثقه مع الناس. لازم يكون في تواصل، انت من دون ما تواصل لا تقول والله انا بانشئ محتواي وخلي. لذلك احنا نتواصل مع جمهورنا في قناه سام، نقول لهم يا اخي شاركونا افكاركم، اتصلوا علينا احنا نشارككم. ليش؟ لانه هذا التواصل مهم. حلو، عجبتني تمرير. انت لازم تعرف، نعم لازم تعرف الشباب فعلا هم هل يفكرون بهذه الافكار ولا لا. نعم. انا عندي اضافه خامسه. جميل. وهي مواكبه خليني اقول قولها ترندات. اي مواكبه الاحداث، خليني اقول لك جميل. الموجوده. بمعنى خليني انا افترضا انا انسان مثلا عندي تجاره معينه في الطيران. جميل. فالان في بعض الناس في بعض الطيران مثلا، لن احدد الاسم معين، يطلع درجه رجال اعمال من اجل ان يشرب ايش؟ في مشروب اللي هو ميلك شيك، شو اسمه، تمر. فانت تلقاه انه هو هذا المثال ولا لا مثال واقع نعم. ما اعرفه. فهمت علي؟ لا من جد انا اكلمك يعني معلومه. جميل. ايوه. فهو يحجز على اساس ايش؟ يشرب المشروب ذا. فالوضع صار من انه ترى موضوع عادي، انا ممكن اسويه في البيت، يعني ما مو شيء كذا مسحوب. هل قد شربت ميلك شيك تمر وانت في درجه البزنس كذا؟ هي فكره يعني. اي فهمت علي؟ فخلاص صارت العالم الان تجمع على اساس ايش؟ تطلع. فالجهه اللي تورد هذا الشيء اشتغلت على هذا الموضوع، فصارت تنزل مثلا تذاكرها او تنزل عروض او تنزل شيء معين باضافه هذا المشروب. فاستغلت هذا المنتج لانه كان هبه، فقالت يلا. في احيانا النظاره لو تتذكرها حق كارتير، نظاره معينه ما ادري مين لبسها كذا، فصارت خلاص اشتغلت عليها الشركات اللي تشتغل على موضوع التقليد. تلبس كذا وايش وخليك مع فترى مواكبه الجو تسويقيا وليس بحريا يعني. الموضوع جميل. يعني انا مالك براند، من الحكمه اني انا امشي صراحه مع الجو. اكيد انت عايش مع الناس يعني. ولكني انا اختلف مع بس عشان ايش نضع النقاط على الحروف. جميل. ولكني انا اختلف مع الاناس او الاشخاص الذين يمشون هم مع الهبه. لا، بس انا كصاحب براند او صاحب مشروع معين شايف ان هذا الموضوع، مثلا نظاره مشت في السوق وانا صاحب محل نظارات او مصنع او الى اخره، ابدا احاول اني انا
اسوق على هذه النظاره، ادخلها معي في الجو، ابغى المبيعات تزيد. وهذه من الفكره اللي يعني خليني اقول ما نساها عبد الرحمن، ولكن اضفتها من عندي، وهي نقطه جدا خاصه، وهي مواكبه الاحداث الموجوده. جميل. خلينا عشان ما نطول ويصير المقدم هو اللي قاعد يسولف كثير. ها لا ابد. عمار، في سؤال مهم تفضل. وهو سؤال نفسي اكثر من انه واقعي. قلت لك انا المشكله بانك انت تدخل وحاط اهداف، ويعني مسافر باحلامك الى اماكن بعيده في بدايه مشروعك. جميل. ثم تتفاجأ ان يقدر الله عليك خساره، وهذه ترى الطبيعه. طبيعه التجاره ما بين ربح وخساره، ما في انسان رابح طول حياته، وباذن الله ما في انسان خسران طول حياته. الامر مشترك بين خسران كسب وكسب. نعم. كيف يتعامل رائد الأعمال الشاب يا عمار مع الخسارة أو الفشل في المشروع جميل. نفسيا؟ ترى هذا السؤال عمار أبغاك تجاوب فيه يعني نفسيا أكثر من أنه يكون يعني عقلانيا، لأنه هو بيجيك إيش؟ كضربة. أي بيجيك هو أصلا تعبان نفسيا. فالآن عندما يحدثك أحد بالعاطفة لا تعجزه بالمنطق، دع الأرواح متنفسة. عمار تفضل. بسم الله. سؤال نفسي. نعم. نقول شوف أولا أي تجارة مش الخسارة فيها معناتها النهاية. يا سلام. هذا أول شيء. بالعكس، إنه أي بزنس ناجح في يوم من الأيام فشل أو فشل كثير ورجع وقف ثاني مرة. ما في بزنس زي ما قلت أنت ثابت على نفس الموال. كل شيء في خسران وفي كسب. صح. وهذا هي حالة. بس إنه الناجح هو اللي يستفيد من أخطائه. الناجح هو اللي يتوكل على الله زي ما قلنا ويستفيد من الأخطاء اللي فيها. طاح يرجع يقوم مرة ثانية، ما يقعد يستسلم الأشياء اللي صارت له. عندنا أشياء مهمة هنا. أول شيء يقول لك تحلل الأخطاء اللي أنت سويتها أو اللي هي صارت معك في التجارة. نحلل الأخطاء ونشوف إيش عندنا ونستخرج منها ونستفيد منها. ثانيا عندنا عدم فقد الثقة بالنفس. لا تفقد ثقتك في نفسك. أنت خسرت مو معناتها خسرت نفسك، ترى أنت خسرت تجارة تقدر ترجعها وتجيب أضعاف منها. فلا تستسلم، هذا الشيء نهائيا. عندنا ثالثا الصبر دائما هو مفتاح الفرج. مهما صبرت ما في شيء في الدنيا دي يجيك كذا بارد من برا. تصبر، تتعب فيه، تذوق المر فيه، ثم توصل للحلاوة اللي فيها، وهكذا. عندنا الاستفادة من نصائح الخبراء أو الناس الخبيرة في هذا المجال. أكيد بيكون عندك إنسان مرشد في حياتك. أكيد عندك في هذا التجارة في ناس يحاولون يبغون لك الخير، يعلمونك، يورونك الطريق. فهذا لابد من تتعلم منهم، تستفيد منهم دائما. وعندنا البدء من جديد بخطة أفضل. تبدأ يا حبيبي بداية جديدة. أنت نزلت أول للساحة زي ما يقولون بخطة معينة، بدل الخطة دي وانزل بخطة ثانية. جيب خطة حوالينها، لف يا معلم. هي ما في تعدل من هنا، ضبط من هنا، زيدان عمارة. والله زيدان ولا أي أحد ما تفرق. أهم شيء إنك تسويها. بدل الخطة بالضبط يا معلم. انزل وإن شاء الله ربنا بيوفقك، بيكون معك. أنت دائما زي ما قلنا توكل على الله. توكل على الله في كل شيء. الله إذا توكلت عليه والله ما يخيبك، بيكون معك في كل أمورك. حتى لو طحت بتكون راضي. ثاني شيء الرضا، انك تكون راضي. انا اشوف عمار انك تحط الرضا اولا. هو الرضا اولا، بس فاهم انت مع الحماس قصدك؟ الحماس ولا تتلخبط الافكار. جميل. فاهم. الرضا دائما يكون الاساس. فاذا انت كنت راضي مهما تكالبت عليك الدنيا، مهما الاعداء والناس اللي يبغون لك الشر والسوء لا سمح الله، والله ما في شيء بيحرك. توقف ثابت. زي عندنا عم الله يذكره بالخير كلنا نعرفه، مهما سقط ومهما صار معاه وقف وقال الله معي، انتم ما بتغيرون فيه شيء. الله اكبر. سبحان الله الى الان واقف وربك مكرمه بفضله ونعمه ان شاء الله. فنحن دائما الاخطاء نتعلم منها ونوقف من جديد، نتعلم ونوقف من جديد. مهما سقطنا نرجع نوقف وما نستسلم اللي راح.
وكل خطأ درس لنا في الحياة بإذن الله. ثم نضيف اليقين بالله. ترى موضوع جدا عظيم هذا اليقين، وأن الواحد ترى لما يعلق آماله كلها بالله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء. لو تلاحظ في الآية القرآنية في بداية سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات جعل الملائكة رسلا إلى جهة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لاحظ الآية القادمة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اليقين بأن الله عز وجل هو الرزاق، هو المتصرف، هو المالك، هو رب كل شيء، ترى يبث في القلب قوة. بالضبط، أكيد. بأنه يعني ترى ما فتح الله عليك يا بني آدم من رحمة ما في أحد بيمسكها، وما أمسك الله شيء فما في أحد سيرسل من بعده. آية كذا ترى تبعث في الطمأنينة في القلب، وعندك اليقين التام بأنك أنت هذه التجارة اللي أنت فتحتها وفشلت فيها لا قدر الله، تجارة كانت طيبة حلال دخلها إن شاء الله طيب وطاهر، ويعني كنت صادقا مع العملاء وإلى آخره وكل الناس الموجودة، ثم الله مثلا قرر أو يعني أصابك الفشل. علق اليقين بالله عز وجل، علق اليقين بالله عز وجل بأن الله عز وجل سييسر الأمر ويعيد الأمور كما كانت، لأن أنت أصلا نيتك طيبة ومشروعك هذا مشروع صادق. فظني بالله عز وجل بأن الله لا يخيب مثل هذه المشاريع إن شاء الله. طيب، السؤال الأخير لهذه الحلقة، خليني أروح معك يا عبد الرحمن وأسألك: هل هناك صفات معينة يحتاجها الشاب ليكون رائد أعمال ولا الموضوع بحري؟ طيب جميل. قبل ما ندخل في هذه النقطة خليني أنا أنوه على نقطة جدا مهمة ذكرها عمار في بداية الحلقة. الناس تعتقد، هذه وجهة نظر طبعا يا عمار، الناس تعتقد أن حياة ريادة الأعمال حياة فيها رفاهية، وأنت تكون إنسان مالك وقتك ومالك نفسك، وأنت حر، متى ما تبغى تصحى، متى ما تبغى تنام، ما في حد يملى عليك. هذه واحدة من آفات السوشيال ميديا، هذا الشيء اللي يظهره لك الناس. لكن الحقيقة لو جيت عند شخص يعني فعلا بدأ من الصفر وبنى شيء له ولأبنائه من الصفر، ستجده يعني لا يكل ولا يمل، ووقته يعني هو اما انك انت تهدي يعني او وقتك او تستغل وقتك في انك انت تخدم مشروع اخر، او انك انت يعني راح تخدم مشروعك الخاص. وبالتالي لا يوجد شيء اسمه انا والله يعني راح انام متى ما انام او راح اصحى متى ما اصحى. يعني في واحده من المقولات الجميله تقول لك يعني هي الفكره انه اما انك انت راح تنشغل، لكن الفرق انك انت بدل ما تنشغل بهموم غيرك راح تنشغل بهمومك الشخصيه. فبالتالي لا يوجد، المقصد من هذا الكلام، لا يوجد راحه في البزنس، او لا يوجد راحه في رياده الاعمال، او لا يوجد راحه في انشاء عمل خاص. بالعكس، الجهد مضاعف والتعب مضاعف والضغط والستريس مضاعف، ولكن الفائده والنتيجه والمحصله اكبر بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها مثلا، قال 19 رزق في التجاره و10 في يعني انك تعمل عند غيرك. ولكن هذا 19 رزق لابد ان يكون معها تضحيه، يكون معها تعب، يكون معها وحده، يكون معها الم، يكون معها فشل ثم فشل ثم فشل ثم فشل ثم نجاح. هذه يعني نقطة هامة لابد ان احنا ننوه عليها حتى لا يظن الناس، وهذا شيء معلوم، لكن لابد انك تذكر الناس، لانه احيانا قد تاخذك الحماسة تقول يا اخي انا الى متى راح اجلس يعني اشتغل من 9 إلى 6 وابصم وانتظر نهاية الشهر يجيني دخل ثابت مهما انا اجتهدت واروح هذه قد يزين لك الشيطان. وبالتالي هذا المفهوم لابد ان احنا نركز عليه حتى نشرح ما هي صفات رائد الاعمال. طبعا الصفات الكثير يعرفها،
لكن خلينا نذكرها على عجاله. اول واهم يعني نقطه لابد ان يتحلى بها رائد الاعمال هي الصبر. الصبر وعدم الاستسلام، هذه النقطه هي التي يعني اوصى بها الله عز وجل نبيه عندما اشتد عليه الالم. فاصبر ان وعد الله حق، كلا لا تطيع، لا مو كلا لا تطيع، يعني الصبر والاصطبار على اي فكره، سواء كانت فكره دنيويه او فكره اخرويه، هي وسيله او هي الصفه التي يتحلى بها كل العظماء، سواء كان على الصعيد الديني او على الصعيد الدنيوي. وبالتالي الصبر ثم الصبر ثم الصبر، وان الله مع الصابرين. النقطه الثانيه هي تحمل المسؤوليه. انك قولا واحدا، اذا انت انسان لم تتحمل المسؤوليه في حياتك، فانا اقول لك من اليوم لا تخش اي بزنس ولا تفكر نهائيا. انت لابد انك تتحمل ولو مسؤوليه واحده، بعد كذا انت تنطلق الى برنامج الشبكه الخاصه. النقطه الثالثه هي القدره على التعلم، وتحديدا القدره على التعلم من الفشل. يقول لك دائما هناك، الحياه هذه عباره عن تكاليف. يقول لك المشروع او الفشل يوجد له تكلفه، انت عشان تتعلم هذه المعلومه انت كم دفعت، وبالتالي هذه تكلفه تعلمك، يعني تكلفه هذا الدرس اللي انت تعلمته هي عباره عن فشلك في هذه النقطه تحديدا. الثالثه والرابعه والخامسه خلينا نذكرها على عجاله، هي انضباط اداره الوقت، وهذه نقطه جدا مهمه. ايضا الجرأه في اتخاذ القرار، وهذه هي النقطه التي يعني فاصله ما بين رائد الاعمال والموظف، او خلينا نسميه الشخص اللي ما عنده حس رائد اعمال. رائد الاعمال غالبا تجد انسان جريء، والذي لا يمتلك الجرأة في اتخاذ القرارات ولا يمتلك سيادة في اتخاذ القرارات غالبا سيفشل، لأن هذه إحدى أهم سمات رائد أعمال. اسأل كل رائد أعمال تجده يعني عنده مشكلة مثلا في الصبر، يمكن يكون مستعجل، تجد عنده مشكلة. هذه كلها ما هي فيها أي إشكال، ولكن كلهم بلا استثناء عندهم قدرة على اتخاذ القرارات. ليش؟ لأن أنت في مراحل البزنس ايش اللي راح ينقلك من مرحله الى مرحله؟ انت راح تواجه مشاكل قولا واحدا، لكن الفكره انك انت في هذه المشكله ايش القرار اللي راح تتخذه، هذا هو اللي بيفرق معك. لذلك انت لو تجد كبار رواد الاعمال تقول يا اخي وش اللي نمى شركتك او نمى البزنس حقك، يقول لك يا اخي والله يا اخي انا قرار اتخذته في، حتى يتذكر يقول لك والله في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني استخرت الله عز وجل واتخذت قرار باني انا اسوي الشيء الفلاني، وبالتالي فتح الله عليه. صحيح. قرار. لذلك انت لابد انك تتحمل. وتدري انها هذه انس يا عمار انه في دورات حقين التنميه البشريه وحقين التطوير الذاتي يقول لك يا اخي مهاره اتخاذ القرار كذا، يقول لك دوره مدتها 20 ساعه 50 ساعه 60 ساعه 100 ساعه فقط في مهاره اتخاذ القرار. لابد انك يعني تتعلم هذه المهاره، ان هي الفارق ما بينك وبين انك انت تكون موظف. اخر نقطه هي انك تكون مرن. لابد انك تكون مرن في التغيرات. لا يعني الانسان المتمسك، يعني المرونه وقوه الشخصيه يعني لا يتعاكسان، انما هي شيئان متوازيان. يعني لكن لابد انك تكون مرن حتى يعني تمشي، لانه الانسان اللي لا يتماشى مع الظروف، لان الظروف تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى قلبه ايش؟ مكه. حتى انه عندما غادر مكه قال والله انك احب البقاع الى قلبي، ولو ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مرن ويعرف ان طريق النجاح فيه صعوبات وفيه تعثرات، فخرج الى المدينه وعاد الى مكه فاتحا. هذه المرونه لابد ان يتحلى بها صاحب او رائد الاعمال حتى يتمكن من الوصول الى هدفه. ولا شك ولا ريب ان كل هذه الامور اللي ذكرناها بدون توفيق الله عز وجل وبدون اللجوء الى الله وطلب التوفيق والسداد، لانه كل هذه من دون توفيق يعني هي عباره عن خلينا نسميها نقاط صفر على الشمال، ورقم واحد في هذه المعادله هو توفيق الله عز وجل. اول ما انت تضع توفيق الله عز وجل هو بمثابه رقم واحد على اليسار، فبالتالي زيد صفر الصبر، زيد صفر اليقين، زيد صفر اتخاذ القرار. وبالتالي كل ما زادت صفاتك الحقيقيه كل ما زادت فرصتك في النجاح. ولكن ما هو الاساس؟ هو التوكل على الله والتوفيق باذن الله عز وجل.
طرح جميل رائع، حلقة صراحة فيها عناوين جدا شيقة وكبيرة جدا، ولكن لضيق الوقت حان وقت الختام. شكر لك عمار، وشكر لك عبد الرحمن على هذا الطرح الله يبارك. طيب، والشكر أيضا موصول لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة. خليني أعطيكم كذا ملخص ما قاله الشباب الغاليين في ختام حلقتنا عن الشباب وريادة الأعمال. تبين أن كثيرا من الشباب يتجهون إلى ريادة الأعمال بحثا عن فرصة لزيادة الدخل والخروج من إطار الوظائف. وقال عبد الرحمن بأن الفكرة هي الأساس الذي يبنى عليه المشاريع، وهناك تحديات واضحة ذكرها عمار، مثل ضعف الإمكانيات وشدة المنافسة وشدة الحصول على فكرة مناسبة. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فرصة كبيرة للتسويق للمشاريع الخاصة. وتعلمنا أيضا أن الخسارة هي ليست نهاية الطريق، بل جزء من طبيعة التجارة، وأن سر الاستمرار هو الصبر واليقين والتحمل. وأختم بقول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهذه الآية فيها دعوة للسعي في الأرض والأخذ بالأسباب مع اليقين بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. كانت حلقة طيبة وجميلة ومعلومات ثمينة. نلتقي إن شاء الله في موضوع آخر الأسبوع القادم. إلى ذلك والحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.